بيبدأ الفيلم براجل كبارة بيخبي عيون تيتا اللي اسمها آن، وهي بتعرفه وبيقول لها عرفتيني من صوتي ولا من ايدي، واللي بتقول له عرفتك من ريحتك. وبيحكي لها انه اشتغل ولف العالم وعمل مسرحيات سياسية واتسجن، وقالت له انت مناضل بقى يا حمادة، قال لها لا معلش انا اتخذت في ممنوعات اكل العيش بقى. وبنعرف انه الاكس بتاع آن قبل ما تتجوز جوزها الحالي، وبيروحها وبيقول لها انه بيجهز لعرض وهيكون الشخصيات فيه حيوانات، ولما يرجع يبقى يشوفها. قالت له وماله. بعدها بشهر بنشوف آن قاعدة في تجمع عائلي، وكل واحد فيهم بيقول نفسه في ايه لما جدتهم تموت. مفيش ثواني وبتظهر الجدة جوليانا اللي هي مامة آن اصلا، وبتقول لهم انا بقى جمعتكم النهاردة علشان ابلغكم بحسن الختام، وكله على اعصابه عايز يعرف هتديله كام. راحت دي قايله لهم انا خلاص لقيت الحب الحقيقي مع فارس احلامي، ومع اول ليلة قضيناها يا لهوي حاجة فظيعة. وبيطلع ده نفس الراجل اللي كان مصاحب آن، وبيقولوا انهم هيجددوا المسرح بالفلوس اللي معاهم. وبعدين آن بتجيب مقالات من جرايد بتوريها لمامتها علشان تثبت لها ان الواد ده لا بتاع حب ولا نيلة، وبيموت الستات اللي اكبر منه بعد ما بياخد فلوسهم ويضحك عليهم. وجوليانا بتقول لهم بقى مستخسرين في عجوز شمطاء زيي ان واحد يحبها، وجوز آن بيقول لها بصراحة. وجوليانا بتقول لهم حبيبي هيخطفني على حصان ونتجوز كمان اسبوعين في البرازيل. وبعد كده بنشوف آن مع عيلتها وبتقول انها لازم تموته قبل ما يموت مامتها، وطبعا باقي العيلة مش موافقين، بس هي بتدخل تنام علشان تصحى تتكتك على رواقة. وبيروح جوزها يقول لها يا حياتي انا بدعمك في موضوع القتل ده، على الاقل نكسر الملل والروتين اللي احنا فيه. وتاني يوم الصبح الاب بيجيب سبورة كبيرة علشان يرسم عليها الخطة، وهي بتقول له ما ينفعش تسيب ورانا دليل، وهو بيقول يا انا ارحميني انا عندي زهايمر وبنسى فلازم اكتب. ثواني والولاد بيدخلوا عليهم وبيقولوا لهم الموضوع فعلا يستحق. وان بتقول لبنتها انتي معقوله وفيه لجدتك قوي كده؟ والبنت قالت لا طبعا انا عايزه ميراثي منها. والاب بيقول في حال اننا اتمسكنا انا متحمل كل حاجه. قالوا له الله يبارك لك تسلم يا ابو الشهامه. وبيقعدوا يفطروا، والبنت بتكون مجمعه كل الابحاث عن النباتات اللي بتموت من غير اثر، وابليس قاعد بيسقف لها وبيعيط. وبيسافر جوز الكناريا وان وعيلتها علشان تجهيزات الفرح، وبيروحوا بلوكات مهجوره. وجوليانا بتقول انا صرفت وكلفت اهو علشان تعرفوا غلاوتكم شويه. وبتيجي الطباخه باتريسيا وجوزها لويس مسؤول الامن يتعرفوا عليهم، وبنعرف ان في كاميرات في كل مكان. خلاص كده متبقي 4 ايام على الفرح. وبيتمشى الولد والبنت وهو بيسألها عاملة ايه في المشروع بتاعك، وهي قالت له انه مشروع فاشل، وفهمنا انها مش بتكلمه علشان مشاكلها، وهو كان خايف تكون زعلانة منه. ثواني وبينده عليهم حمادة، والبنت بتروح له، والاخ بيقول هجيب مية واجي. المهم حمادة عمال يصور أسراب القريدس، وإيميليو الأخ عمال ينادي أخته علشان تاخد تان اللي هو الرهوان التاني، وهو قصده يعني إنها تزقه توقعه وتخلص منه. وهي بتقوله لا مش هقدر تعالى خد انت تان. وحمادة بيقول لهم ده هي عليكم وعالتان اخلصوا انتوا الاتنين بقى. وبيروحوا الولاد يحكوا لأهلهم، والأم بتقول لها انت لازم تتغلبي على مخاوفك، عيب قوي تخططي وما تنفذيش. انا ربنا رزقني بعيال موكوسه، عيل سلبي وعيله ما عندهاش اراده بقى، يا رب حتى مش عارفين نتفق على جريمه قتل واحده، دي خيبه الامل راكبه جمل بصحيح. الاب هنا بيتدخل وبيقول للولاد روحوا يا حبايبي هاتوا لنا النبات اللي بيموت ده وتعالوا ربنا يهديكوا. وبيروحوا فعلا يدوروا، بس ايميليو بيقول لها روحي انت دوري وانا هستناكي هنا. وبتدخل آن وجوزها الأوضة بيلاقوا راجل بيستحمى، ولما بيسألوه انت مين وايه اللي جابك هنا بيقول لهم ان حمادة هو اللي عزمه على الفرح وان اسمه بويان. وبنرجع للولاد تاني وبنلاقي البنت ما لقيتش حاجة، وإيميليو نام وبتصحيه وبتقول له يلا، وبيقوم بيلاقي كتفه وارم اتاريه كان نايم على نبات سام. وإيميليو بيقعد يجري زي العيال، وبيروحوا بالليل وباباهم بيقول لهم انتوا فين طول اليوم، وبتقول له ابنك نام على النبات. ورحنا المستشفى وطبعا هنستبعد الخطة دي علشان كده هيكون في ربط في الأحداث. وبنشوف حمادة راح لآن وبيقول لها أخيرا لوحدنا، وبيقول لها على فكرة أنا عارف كويس أنت عايزة تعملي إيه. وبعد ما دمها بينشف بيقول لها طبعا عايزة تسيبي البقف اللي معاكي وتجيلي. قالت له إيه؟ قال لها قالت له الشارع اللي وراه. وبنشوف بعدها بويان وهو بيتجسس على آن وعيلتها، وهم بيتفقوا يحطوا منوم لحمادة وياخدوه على الجراج علشان مفيش تحت كاميرات، وهيحطوا السيخ المحمي في صرصور ودنه. وتاني يوم بتنزل الجدة وآن وبويان علشان يشتروا البوكيه بتاع الفرح، والأب والأولاد قاعدين، وبيجي حمادة وبيقولوا له أنت تقدر تكتم نفسك تحت المية؟ قال لهم روحوا خدوا العربية ولفوا بيها شوية وتعالوا هتلاقوني تحت زي ما أنا. طبعا هم عايزين يروجوا لفكرة إن حمادة عنده اكتئاب وعايز يموت نفسه. يدوب الراجل بينط في المية
وبيجي إيميليو قدام الكاميرا وبيقول يا حلوة شوفيني يا كاميرا صوريني وأنا بنقذ حمادة من الغرق. والراجل بيطلع يقول لهم يا مجانين يا ولاد وبيروح الأب ينادي على لويس وبيفهمه إن حمادة عنده اكتئاب وعنده استعداد يموت نفسه، وبيقول له الله يكرمك تخلي بالك منه وإحنا مش موجودين، ولو اديتني التسجيل بتاع الكاميرا هكون شاكر جدا ليك. قال له هي الكاميرا بتصور بس للأسف مش بتسجل. بنشوف بعدها الورد وهو نازل من العربية والناس بتعمل تجهيزات الفرح، بتروح الجدة تكمل شوبينج وبتقف آن مع بويان وبيقول لها إنه مش مطمن على حمادة وحاسس إنه عنده اكتئاب وممكن يموت نفسه، وبيقول لها تعالي نشوف جوليانا، وبيكملوا كلامهم وبيتفقوا إنه ياخد 400,000 مقابل إنه يقول للبوليس إن حمادة حاول يموت نفسه من سنتين. وبتشوف جوز آن قاعد مع حمادة وبيقول له أنا مبقتش أحبها وعايز أكتب لها رسالة، تقدر تساعدني؟ قال له يا سلام، هات ورقة وقلم واكتب معايا يا عم الناس. قال له أنا مش قادر أكتب، أنا حساس، اكتب أنت. وطبعا دي رسالة وداع وكأن حمادة هو اللي كاتبها علشان يموت نفسه بعديها. وبياخد الزوج الرسالة وبيديها لآن وهي بتقوله ده شغل معلمين. وبيعدي لويس على آن وهي بتقوله طبعا هتروح انت وباتريسيا الاحتفال. قال لها لا هي عندها صداع ومش قادرة. بتقوله لا ما ينفعش، انتوا لازم تروحوا وتفرفشوا. قال لها لا اصل العربية كمان بايظة، يلا مش نصيبنا نروح. قالت له خد عربيتي يا عم، العمر لحظة، عيش وانبسط. قال لها انت شايفة كده يعني؟ قالت له طبعا. قال لها طب ماشي. وبتقطع آن الفاكهة وبيجي جوزها يديها مهدئ خفيف علشان مامتها تنام، والتاني قوي علشان حمادة. وهما لسه بيتكلموا بيوصلوا إشبينات العروسة وحمادة بيعرف صاحبه عليهم، والجدة بتقول نتعشى سوا النهاردة، وآن بتقول لا طبعا ده بويان عنده برنامج تحفة هيوديهم المهرجان. وفعلا كلهم بيركبوا العربية وآن وأسرتها وحمادة واقفين سوا، وحمادة بيقول مفيش حاجة علينا ولا إيه؟ والأب بيروح يعمل لهم كاسين وطبعا بيحط المنوم كله، وحمادة قاعد بيقول لهم يا جماعة احنا خلاص بقينا عيلة يعني نشرب. وبيشرب حمادة الكوباية كلها، وفي نفس اللحظة بيقول أنا تعبان قوي يا جماعة، وبينام في لحظتها. وبيقوم إيميليو بيقول لهم أنا لازم أنام بدري، وبعد كده بتقوم وراه أخته وبتقول إحنا مش هنقتل حد. والأم بتقول لهم روحوا يا حبايبي ناموا واحلموا، أنا وأبوكوا هنصحي حمادة ينام في سريره. والولاد بيمشوا وهي بتقول لجوزها جاهز يا حسبه؟ قال لها جاهز يا ريا. وبياخدوه على الجراج وبيدوروا على الشكمان علشان يوصلوا خرطوم بالعادم اللي خارج منه، بس العربية بتطلع أصلا كهربا. وبتقول له حلو قوي، بدل العربية كهربا احنا نكهربه. وبياخدوا حمادة ينيموه وبتقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لها ولا حاجة، امك عايزة تقضي حياتها كده هي حرة وده مش موضوعنا، انا حبي ليكي هو اللي وصلنا لهنا، لكن جنان اكتر من كده انا مش هكمل. البيت كله بيصحى على صوت طلقة وبيخرجوا الجنينة بيلاقوا حمادة واخد طلقة في رجله من لويس، وشكل لويس بيمشي وهو نايم. وتاني يوم الصبح حمادة بيغازل ممرضة في المستشفى، وآن ومامتها قاعدين بره، والجدة بتقول إنها هتنقل الفلوس في حساب آن وبعدها تلف العالم مع حمادة، بس هتخلي مبلغ علشان يكفيهم. وبتقول لها أخيرا هقدر استمتع بحياتي. وبتقول لها إن محدش يعرف إنها هتحول لها الفلوس علشان هو لو عرف هيسيبها وهي عايزاه يفضل معاها. والأب والولاد كانوا على الشاطئ والأم بتروح لهم وبيقولوا لها إيه الأخبار؟ قالت لهم خلاص يا ولاد تيتا مش هتتجوز. بيقولوا لها طب والفلوس؟ قالت لهم مش سامعاكم من الدي جي. وبيخلص الفيلم على كده.